السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى يا جماعة قلنا بقى الواحد كده قاعد بالليل عايز ياكل حاجة حلوة، فقلنا خلاص تعالى بقى نعمل كيكة. كان عندي بصراحة مقادير الكيكة في قلب البيت، يعني ما جبتش حاجة من بره، فقلت يلا بقى دلوقتي كده نعمل لهم بقى كيكة نحلي بقى كده بعد العشاء. المقادير هنا ايه بقى؟ عندنا هنا 3 كوبايات دي منخولين، وعندنا هنا كوبايه ونص سكر، وكوبايه الا ربع سمنه، وكوبايه لبن، وثلاث بيضات، وكيس بيكنج باودر او كيك شيف اللي موجود عندك يعني، وفانيليا. طبعا احنا مش هنحط كل دي، بس يعني هنحط منها. تمام، تعالى بقى يلا كده نشوف احنا هنعمل ايه مع بعض. جبنا هنا بقى هنا الخلاط عندنا. طبعا ما عندكيش الكبه ديت تقدري تعمليها في الخلاط عادي اللي احنا بنضرب فيه الطماطم، مفيش مشكله. هنبتدي ايه الاول؟ هنبتدي بالسمنه. بقى كده عندك سمنه، زبده، زيت، يعني اللي عندك تعمليه. تمام. طبعا المعايير كلها لازم تكون بنفس الكوبايه، يعني احنا عملنا بالكوبايه دي السمنه، هنعمل منها السكر، هنعمل منها الدقيق، اللبن، كله زي بعض. تمام. وقوم نازلين بالسكر اول حاجه. طبعا السكر ده عندي وضربته وطحنته يعني عشان يبقى ناعم، عشان يبقى سهل معايا، في الخلاط يعني ما ياخدش معايا وقت. ده ماشي. كوبايه ونص سكر. ونضرب كده الاول. بصوا يا بنات، احنا نسيت اقول لكم قبل ما نعمل اي حاجه خالص لازم نفتح الفرن الاول عشان خاطر ما ياخدش معانا وقت. والكيكه ما تصملش في قلب الفرن او تهبط، لازم الفرن يكون سخن. تمام. كمل بقى ضرب. بصوا يا بنات بقت عامله زي الكريمه ازاي. دي بقى لما بيكون السكر مضروب حاطاه يعني ناعم، بيسهل معاك الدنيا خالص. ازاي؟ بصوا بقت عامله زي الكريمه جانتيه. نكمل برضو كده ضربتين كمان وارجع لكم تاني. بصوا يا بنات انا خلاص خلصت اهوت. هنزل كده بقى بالبيض، بيضه بيضه كده، يعني ما ننزلش كلهم مره واحده، عشان خاطر لو في حاجه بايظه ولا حاجه لا قدر الله ما نبوظش معانا الدنيا خالص. تمام. بس يا بنات برضه هننزل كده بشويه فانيليا اهوت مع البيض عشان نحطهم كلهم طبعا، عشان دي فانيليا خام. وهنكمل ضرب. كده احنا جينا هنا بقى عند دقيقه، وهننزل بقى عليها بالبيكنج باودر. تمام. كنت ممكن ادخله مع الدقيق، بس انا ما رضيتش عشان خاطر تشوفوا البيكنج باودر معايا. وسنه ملح صغيره خالص خالص، يعني صغيره خالص، واقل كمان من اللي انا حطيته. ونقلبهم كده بقى مع بعض عشان خلاص كده، خلاص الخليط قرب يخلص معايا هنا اهو. تعالى بقى نشوف هنا ديت. هتبصوا بقى الكريمه ازاي. بس يا ساجده بقى الكريمه هنا ازاي. يبقى كده بقى دلوقتي ننزل بقى كده باللبن. ونكمل ضرب وارجع لكم تاني. نجيب بقى دلوقتي كده طبق كده غويط. انا مش عارفه اصلا الطبق ده هينفع معايا ولا لا. وننقل الدقيق هنا كده. نكمل بقى الخليط اللي احنا عملناه. يا جماعه بساو اهو حبه حبه كده ونقلب. لو عندك مضرب يبقى احسن، بس انا عندي هنا بقى ولادي ما شاء الله عليهم يعني مبوظين الدنيا خالص، فمش هنغلب برضك. بصوا يا بنات احنا خلاص قلبناها اهوت. بصوا بقت كريمه ازاي. لو عندك مضرب كمان هيساعدك اكتر، مفيش فيها اي تكتلات ولا حاجه خالص. وبعدين خلي ايدك دايما على اتجاه واحد عشان يخش لها هواء وتبقى منفوخه كده وحلوه. طبعا احنا عندنا هنا بقى صينيه كده جبناها وبطلناها كده بشويه اي ماده دهنيه يعني، وعفرناها كده بشويه دقيق. وننزل اهوت الخليط. بصوا كريم ازاي، وما خدتش معانا وقت خالص ولا اي حاجه. واحنا طبعا زي ما قلت لكم عندنا الفرن مفتوح. عندنا هنا الفرن مفتوح اهوت، وهندخلها على طول على الفرن. لازم كده نعملها كده عشان خاطر ايه تبقى كلها سوا بعضها.
بصوا يا بنات، انا طلعتها من الفرن اهي، دي كده خلاص اهي خلصت. الشوكولاته طلعت نضيفه اهي. بس انا هدخلها تاني الفرن تاني دلوقتي عشان خاطر ما ينفعش نطلعها من الفرن على طول كده وكده تهبط مننا، فندخلها الفرن شويه وبعد كده بقى نقطعها. وخلاص خلصنا اهو يا جماعه كيكه، محدش معانا وقت خالص اهوت. بصوا السفنج عامله زي السفنج ازاي، هشه خالص وجميله. هو انا المفروض انا قطعتها وهي سخنه، المفروض ان ما تقطعهاش وهي سخنه خالص عشان ما تفرفتش منكم. بس انا عشان بقى مستعجله عشان الولاد ما يناموش، ياكلوا منها قبل ما يناموا. وعملنا كمان كوبايتين شاي ولبن اهوت، بقى اللي عايز لبن ماشي، اللي عايز شاي ولبن براحته. ويا رب يكون عجبكم الوصفه، تكون سهله وبسيطه وتكون خفيفه كده عليكم، واسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.